الكاونت فاميلي، مجموعة معادلات الكاونت فاميلي الأكتر من رائعة واللي هتنقلك شغلك في ليفل تاني خالص. دلوقتي أنا قدامي قاعدة بيانات الموظفين، كالعادة بنشتغل عليها أسماء الموظفين، المباني اللي شغالين فيها، إداراتهم، عدد سنين الشغل، نوع العقد بتاعهم، مرتباتهم والتقييمات بتاعتهم. ودلوقتي مطلوب مني اللي أنا أعرف أنا كام موظف شغال عندي فول تايم، كام موظف شغال عندي هاف تايم وكونتراكت وأورلي. كل موظف من الموظفين قدامه هو نوع العقد بتاعه شغال إيه. فأنا لو بدأت أعد نوع العقد هعرف أنا عندي كام موظف شغال بنفس العقد ده. ولكن طبعا في وسط الداتا الضخمة كان شبه مستحيل اللي أنا أعمل كده، خصوصا كمان اللي أنا عندي العمود في انواع عقود كتيره مختلفه. فانا لو بدات اعملها مانيوال فانا كده بضيع عمري وحياتي. فعشان نعمل ده بمنتهى البساطه هنستخدم معادله رائعه جدا اسمها كاونت اف. كاونت اف دي نستخدمها ازاي؟ تعالى نشوف. هنيجي هنا نقول يساوي كاونت اف. بعد كده بيطلب مني اول حاجه اسمها الرينج ده هو العمود اللي فيه الكلمه اللي انا عايز اعدها. بقوم جاي مختار العمود بالمنظر ده كده. بعد كده بيقول لي الكريتيريا دي هي الكلمه المراد عدها جوه العمود ده. طبعا اوعى من هنا للصبح تختار الكريتيريا بتاعتك من قلب العمود اللي انت اخترته، وده لانه بيسبب بعد كده مشاكل لو انت عملت اوتو فيل. فيبقى قدامك حلين، يا اما تبقى كاتبهم على جنب كده وتبدا تختارها من هنا، يا اما هتكتبها بايديك زي ما هوريك كمان شويه. كده انا خلاص خلصت المعادله، هدوس انتر. قال لي انت عندك 374 واحد شغال فول تايم. نعملها مره كمان، نقول هنا كاونت اف، نختار الرينج كوما، بعد كده الكلمه بتاعتي من هنا اوعى تختارها من هنا كده، انت بتدمر المعادله. ونعمل بعد كده اوتو فيل، وبكده اكون عرفت كاونت اف. طيب فرضا مثلا انا مش عايز اختارها من هنا، انا عايز اكتبها بايدي. تعال نتخيل مثال تاني، اللي انا عايز اعد كام واحد شغال في مبنى اسمه ويست. فهاجي هنا كده اقول يساوي كاونت اف. طبعا مش هختار نفس العمود والا كده اكون بعمل غلط في المعادله. فهختار عمود بي كوما، بعد كده علشان اكتب التكست بتاعي لازم احطها ما بين دبل كوت. فقوم جاي عامل كده دبل كوت ويست دبل كوت، اقفل القوس بتاعي انتر. هيقول لي انت عندك 126 واحد شغال في مبنى ويست. طيب هل ينفع مثلا ان انا ابدا اعد انا كام واحد الجوب ريتنج بتاعه اكتر مثلا من 3؟ عايز اعرف الناس المتفوقه عندي او الناس الشاطره عندي او اللي بتأدي في الشغل عددهم قد ايه من وسط الموظفين. طبعا ينفع. هنيجي هنا نقول يساوي كاونت اف، واختار الرينج بتاعي عمود الريتنج كوما، بعد كده الكريتيريا هنا هتبقى دبل كوت اكبر من 3 دبل كوت، واقفل القوس ادوس انتر. هيقول لي انت عندك 343 موظف الجوب ريتنج بتاعهم اكتر من 3. طيب دلوقتي بقى عندي كمان تريكايه صغيره مهمه قوي انك تبقى عارفها. لو انا مثلا دلوقتي عايز اعرف الناس الهاف تايم والناس الفول تايم مع بعض قد ايه، طبعا هتقول لي نجمع دول. هقول لك لا، مش لوجيك، احنا عايزين نعملها على طول. هما الاثنين مشتركين في كلمه تايم، وهي الكلمه الثانيه جوه الكلمتين دول، فعشان كده انا هعرف اعدهم بسهوله. فهاجي هنا كده اقول يساوي كاونت اف، والكريتيريا بتاعتي هتكون عمود الستاتس كوما دبل كوت، واقوم جاي عامل كده استريكس اللي هي النجمه. معنى كده بقول له ان في كلمه اولى في قلب الكلمه دي. بعد كده اقوم جاي كاتب كلمه تايم دبل كوت. معنى كلمة تايم دي كده دبل كوت ان التايم دي هي الكلمة الثانية، يعني اجمع لي كل ما هو الكلمة الثانية جواه كلمة تايم. ولو دوست انتر هيقول لي 494. لو جيت اشوف كده الاثنين دول مع بعض كام، هلاقيهم فعلا 494. دلوقتي بقى كده خلاص فهمنا كاونت اف. نفهم كمان دلوقتي صم اف. صم العاديه اللي انا باجي هنا كده اقوم جاي عامل صم واقوم جاي مجمع عمود مثلا المرتبات فيديني اجمالي المرتبات. ولكن انا دلوقتي عايز ابدا اعرف الناس الفول تايم لوحدهم بياخدوا كام، الهاف تايم لوحدهم بياخدوا كام، الكونتراكت والاورلي. هنمشي بنفس خطوات كاونت اف بالظبط باختلاف حاجه واحده بس. هنيجي هنا كده نقول يساوي صم اف. اول حاجه بيطلبها منك الرينج زي كاونت اف، بتختار عمود الستاتس كوما، بعد كده الكريتيريا بتاعتك اهي اللي هي الكلمه اللي انت عايز تجمع ارقامها، بس المره دي كوما اخيره زي كاونت اف بالظبط. احنا هنفضل ماشيين زي كاونت اف بالظبط باختلاف اخر كوما، وهو عمود السم رينج اللي انت هتديله عمود الارقام اللي انت عايز تجمعها، وتديله انتر فيبدا يديك الاجمالي بتاعها. يبقى كده جايب لك اجمالي مرتبات الناس الفول تايم فقط. لو عملناها تاني مع الهاف تايم نقول سم اف، نختار الرينج كوما والكلمه بتاعتي
او الحاجه اللي انا عايز اعد ارقامها، كوما، بعد كده السم رينج او عمود الكومبنسيشن، وقام جاي عامل كده ايه، اوتو فيل جميله. ولو جمعتهم كده الاربعه دول هنلاقيهم مطابقين تماما لمعادله سم. لو انا جيت دلوقتي عايز اعرف مثلا الناس اللي في اداره التريننج عايز اجمع مرتباتهم، فهقول كده نقول سم اف، وقام جاي مختار عمود الديبارتمنت بدون ما افكر، اوعى تختار اي حاجه ثانيه، والكريتيريا عندي مش مكتوبه فهبدا اكتبها بايديا، دبل كوت تريننج دبل كوت. اهم حاجه تكتب الكلمه صح بغض النظر عن انها كابيتال او سمول، ولكن لو بدلت حرفين فانت الناتج هيديك صفر، كوما. بعد كده نديله السم رينج الكومبنسيشن، هيديك كده اجمالي الناس اللي شغالين فول تايم في اداره التريننج. بكده احنا عرفنا كاونت اف وسم اف. ناقص لي نقطه صغيره وهي افريج اف، اللي هي مطابقه تماما لسم اف، ولكن هي بتجيب لك متوسط مجموع معين من الارقام مقسوم على عددهم. يعني لو بدات تجيب متوسطات الفول تايم هيبدا يشوف اجمالي المرتبات كام اللي هي سم اف على عددهم كام ويقسم ده على ده، ولكن احنا هنعرف نعملها علشان لو دول مش موجودين ودول مش موجودين واحنا محتاجين نجيب لهم المتوسطات. فهنيجي هنا كده نقول يساوي افريج اف، نفس خطوات سم اف بالظبط، الرينج كوما الكريتيريا اللي هي الكلمه كوما اخيره عمود الكومبنسيشن، ونعمل لها كده اوتو فيل، وبكده نكون جبنا المتوسطات. يبقى احنا في الدرس ده تعرفنا على كاونت اف، سم اف، افريج اف.